طب قبل اي حاجة كده، الحلقة دي للكبار فقط، لان فيها مشاهد او صور بقى دموية وصعبة، وده باين من صورة الغلاف طبعا. يعني لو في اطفال بيتفرجوا جنب اهاليهم دلوقتي، يقلبوا الفيديو ويشوفوا اي حاجة تانية تكون لطيفة، لان حكاية النهاردة هتكون عن راجل ومراته اتبنوا شمبانزي وحبوه بالزاف، لدرجة انهم عملوه زي ابنهم لانهم ما كانوش بيخلفوا. بس الحب ده بقى هيتحول لحادثة مأساوية بتصنف انها من ابشع هجمات الحيوانات على البشر اللي اتسجلت في التاريخ كله. الزوج جيمس ودانه ومناخيره هيتاكلوا بالمعنى الحرفي للكلمة، بالاضافة كمان لاعضائه التناسلية. ولادنا زوجته صوابع من ايديها هتتاكل زي البطاطس. فلو حضرتك مش هتخاف وبطنك هتقلب وتكركب من الصور اللي هنعرضها، وقف الفيديو دلوقتي وقوم بقى اعمل لك مج شاي بالنعناع زوين زيك، وتعالى كمل معانا المدعكة اللي هتحصل، وهنتعرف فيها مع بعض على الدقائق المرعبة اللي عاشها جيمس ومراته لادونا، وايه اللي خلى الشمبانزي مو يعمل كده، وايه حكاية موت امه وهروبه من البيت، وكمان ايه موضوع الشمبانزي المجنون الكبير التاني اللي اتضرب بالنار والمظاهرات اللي حصلت علشان مو. بس زي ما احنا متعودين، صديق الانسان قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش تبقلشك. قبل ما نبدأ الحكاية، وصلني تعليقات في فيديو الأسد الأليف بتقول إني بتريق على موت الطفل وإنه ضحية وما ينفعش أهزر أبدا. اولا خلونا نتفق كده ان انتوا ليكوا كل الحق في الانتقاد مادام بطريقه محترمه ومؤدبه، لاننا طبعا ناس كبار كلنا ودي قناتكم قبل ما تكون بتاعتنا احنا. تاني حاجه، التعليقات بقى كانت من مشتركين جداد في القناه، يعني مش عارفين اسلوبي وان لازم احط افيه وسط المعلومات اللي بنقدمها، وده علشان المعلومه تثبت وما يبقاش الفيديو كله متنشن ومأساوي ونصدر طاقه سلبيه للمشاهد. بس انا هسمع كلامكم وهجرب معاكم في فيديو النهارده وهنخليه سواد زي ما هو ومش هنلطف فيه اي حاجه، ويلا بينا بسم الله نبدا. جيمس اتقابل مع لادونا في ولايه كاليفورنيا من وقت ما كانوا في مدرسه الثانويه، وقعدوا بقى يحبوا في بعض لسنين كتير، وحصل ضغوطات عليهم من اهاليهم علشان يعملوا الفرح ويتجوزوا بدل ما هم مقضيينها كده زي كلاب الشوارع. جيمس كان سواق وبيعشق عربيات السباق، وما كانش عاوز يتجوز لانه حس ان الجواز هيعطله عن شغفه. لكن سنة 1966 أخيرا بقى جيمس بيستسلم للضغوطات اللي حصلت عليه، وقرر إنه يتجوز لادونا في كنيسة صغيرة في نفس المدينة اللي اتقابلوا فيها. جيمس كان شاب طويل وشكله أمور وإنسان بارد لدرجة إنه ما راحش الفرح من الأساس، وقعد مع حبه الحقيقي بقى يلعب بالعربيات ويلف بيها، وساب لادونا بقى لوحدها في الكنيسة وسط أصحابها وقرايبها في نص هدومها. والحركة القذرة دي انتشرت بسرعة في المدينة، ومحدش بقى طايق انه يقول حتى اسم جيمس، والكل بلا استثناء كان قرفان منه. علشان كده جيمس وقتها قرر انه يهرب من الغضب ده ويسيب المدينة والبلد كلها لما شاف اعلان في الجورنال. الاعلان كان عن سفينة تجارية طالبة اعضاء في طاقم العمل لرحلات طويلة، وكمان هتكون بعيدة، والاهم بقى من ده كله انهم هيتحملوا كل النفقات. جيمس راح شايل شنطته ونطت في قلب السفينة وقعد كذا شهر بقى سافر فيهم لمعظم دول العالم. وفي آخر رحلة ليه بقى قبل رجوعه للمدينة، السفينة بتتعطل في ساحل أفريقيا، واضطروا إنهم ينزلوا في تنزانيا علشان يصلحوا العطل الفني اللي حصل. وكان لازم جيمس يقضي هناك كام يوم في تنزانيا، وتعرف فيهم على مجموعة صيادين في الغابة من قبائل الماساي مارا. وفي يوم طلع معاهم رحلة صيد ولقاهم قتلوا أنثى شمبانزي علشان ياكلوها، وأيوة ده بيحصل في أفريقيا عادي جدا، محدش يستغرب. لكن الأنثى اللي اتقتلت دي كان معاها طفل شمبانزي ذكر لا حول له ولا قوة. جيمس لقى ان الصيادين هيسيبوه في الغابة لوحده وانه هيتاكل، علشان كده صعب عليه الشمبانزي وقرر ياخده معاه ويراعيه. وفي تنزانيا هناك بقى اتقابل مع شباب ألمان أمنوا له رحلة عودة لأمريكا من تاني مع الشمبانزي الرضيع اللي معاه. جيمس سمى الشمبانزي باسم مو، واول ما وصل للمطار لقى امه الحاجه استيل في وشه اللي رحبت بيه وبرجوعه وحضنته جامد. بس امه ما كانتش لوحدها اللئيمه في المطار، وكان معاها لادونا اللي كانت مش طايقه جيمس بعد ما سابها في الفرح وخلع. لكن الهبله كانت لسه بتحبه، ولما شافته نسي كل حاجه، خصوصا بقى وانه راجع لها وفي ايده قرد. يا ما جاب الغراب لامه. وجود مو بدد اي خلاف بين لادونا وجيمس، ويوم 6 يونيو سنة 1970 كانوا اتجوزوا بجد المرة دي. والمعلم مو كان حاضر الفرح ومتصور في وسطهم واشيك واحد في المعازيم كلهم. لادونا وجيمس قرروا انهم يعيشوا مو معاهم في نفس البيت، واتعلقوا بيه وعاشوا سنة كاملة مع بعض في منتهى الحب.
لحد ما تعبت لادونا وراحت تكشف، والتشخيص أظهر إنها مصابة بالسرطان، والأنيل إنها لازم تشيل الرحم، وبكده عمرها ما هتبقى أم أبدا بعد ما كانت دي هي أهم أمنية في حياتها. لادونا زعلت جدا لدرجة إنها كانت هتتطلق من جيمس، وده لأنها بتحبه وعاوزاه يتجوز حد تاني يخلف منه. لادونا بمنتهى الخجل قالت لجيمس أنا عمري ما هعرف أخلف لك حتة عيل. بس قبل بقى ما تكمل كلامها كان جيمس بيقول لها احنا عندنا واحد فعلا ومش محتاجين عيال، وانا يا بنت الحلال كنحبك وكنموت عليك بالزاف يا الكوبايده ديالي. لادونا بقى لما سمعت البقين دول راحت سحة دموعها على كتف جيمس وحضنته. في الوقت ده كان مو قاعد على كرسي وبيبص عليهم، ومن اللحظة دي ومو بقى ابنهم بجد. يعني كانوا بيتعاملوا معاه ان مو ابن جيمس، طفل حقيقي وانسان مش مجرد حيوان مروض والسلام. والقرايب والجيران كانوا عارفين ان مو يبقى ابن جيمس ولادونا الحقيقي، وفضلوا عايشين في تبات ونبات من سنة 1971 لحد بقى ما حصلت اول مشكلة يوم 6 اغسطس سنة 1998. في اليوم ده بيجي للبيت عامل فني لحام علشان يصلح القفص بتاع مو، لكن اللحام نسي جواه قطعة من معدات الكهرباء. مو لانه قرد وما بيبطلش فرق مسك القطعة دي وحصلت له صدمة كهربائية. الصدمة خلته يطلع يجري ويهرب من المكان كله. جيمس طلع يدور عليه زي المجنون ومرجعش لبيته الا تاني يوم لما الشرطة لقوا مو مسكوه. مو لانه كان خايف خبط عربية الشرطة واصاب واحد منهم، لكنهم رجعوه لجيمس تاني لان دي اول حادثة لمو، ولانهم كمان مقدرين ان القرد ده لسه متعرض لصعق كهربائي وخايف ومرعوب. وبعد سنة بالظبط بتحصل المصيبة التانية لما بتيجي واحدة من قرايب لادونا علشان تزورها. جيمس ولادونا كانوا بيسيبوا مو في الشقة معاهم لو هم لوحدهم، لكن بقى لو في زوار كانوا بيحبسوه في القفص بتاعه، ومنبهين على اي حد بيجي لهم انه ما يحطش ايديه جوه القفص عند مو. لكن الولية اللي جت دي ما سمعتش الكلام ودخلت ايديها في القفص. راح مو واكل لها عقلة من صوابعها، وده لانها كانت حاطه مانيكير على ضوافرها، ومو افتكرها حلوى عرق السوس اللي بيحبها وراح بالع صبعها، وهي دي بقى كانت القشه اللي قسمت ظهر البعير. المسؤولين في الولايه لما عرفوا بالحادثه اعتبروا مو خطر على سكان المدينه وبعتوا الشرطه لبيت جيمس، وجابوا معاهم بقى بنادق مهدئه علشان ياخدوا مو من قلب البيت بتاعه. وبالرغم من مقاومه جيمس للشرطه الا انهم ضربوه وثبتوه على الارض وخدوا منه ابنه مو. وجيمس ما بقاش قادر يعمل حاجه وقتها غير انه يبكي على فراق ابنه. ومو لما سمع ابوه بيتضرب وبيعيط ضرب الباب بعنف بايديه ورجليه واصاب واحد من الشرطه، لكنهم في الاخر اطلقوا عليه مسدس السهام المهدئه في معدته وفقد الوعي في وقتها. ونقلوه بقى لحديقه او محميه صغيره، وبعد ما كان بينام في قفص كبير وبين امه وابوه بقى بينام في قفص صغير وضيق. ده غير انه ما كانش قادر يتعامل مع القرود التانيين لانه مش جاي من البريه واتربى في بيت بشري. وكمان ما كانوش بيسمحوا لجيمس ولادونا انهم يشوفوه من قريب ابدا، وكانوا بيشوفوه من مسافه بعيده. وبعد 5 سنين من المظاهرات اللي عملها جيمس ولادونا علشان ابنهم وتعاطف المجتمع معاهم، اخيرا بقى في سنة 2014 بيسمحوا ليهم انهم ينقلوه لمركز تاني اسمه انيمال هافن رانش. المكان هناك اهدى والاقفاص اكبر واوسع، والاهم بقى ان الزوجين يقدروا يزوروا مو من غير اي قيود وفي اي وقت. في الوقت ده كان مو وصل لعمر 39 سنة، وده سن كبير بالنسبة للقرود وممكن يموت في اي وقت. وفي عيد ميلاده بقى يوم 3 مارس سنة 2005 بتحصل حادثة مرعبة، لكن أبطالها المرة دي هيكونوا جيمس ومراته نفسهم. في اليوم ده جيمس ولادونا حضروا الحلويات والتورتة والهدايا علشان يحتفلوا بعيد ميلاد ابنهم مو، وركبوا العربية علشان يسوقوا لمدة 3 ساعات كاملين علشان يوصلوا للمركز، لكنهم كانوا متعودين على المسافة دي، خصوصا بقى وانهم عارفين ان ابنهم مو قاعد دلوقتي مستنيهم بفارغ الصبر. جيمس وصل للمكان وركن العربية وطلع الحلويات والعصاير والتورتة ومشي بيها على مو هو ولادونا. ومو أول ما شافهم قعد يسقف بإيديه جامد دليل على الفرح وإنه شايف أبوه وأمه. مو أكيد ما كانش يعرف إن ده يوم عيد ميلاده، لكن أكيد برضه كان عارف إن جيمس ولادونا هم أكتر 2 بيحبوه على سطح الكوكب ده كله. وقعدوا هما ال3 بقى يحتفلوا مع بعض وياكلوا الحلويات زي أي عيلة سعيدة في الدنيا. بس على بعد كام متر صغير من لادونا كان فيه ذكر شمبانزي شاب غيران. الذكر هرب من القفص بتاعه ومشي ببطء ناحية الأم. لادونا حست بيه وشافته، والشمبانزي الغضبان وقف يبص في عينيها وينفخ في صدره بقوة، لدرجة انه كشف عن الجزء العلوي من جسمه بالكامل وعن عضلاته، واللي بتكون أقوى من عضلات 4 رجالة بيروحوا الجيم كل يوم مع بعض. وقتها الشمبانزي الغضبان قرر يكسر حالة الصمت دي وقعد يصرخ صراخ مخيف.
وفجأة جري ناحية لادونا، وأول ما جيمس لقاه بيجري عليها جري هو كمان علشان ينقذها منه. لكن الشمبانزي كان أسرع من جيمس وضرب لادونا في وشها ووقعها على الأرض، وراح ضارب جيمس هو كمان ومرقده جنبها، ورجع يجري بقى من تاني على لادونا علشان يعاقبها، وقدر يقفل فكه القوي على ايديها الشمال وبالتحديد بقى على صباع الإبهام، وللأسف خلعوا وأكلوا بسهولة جدا زي البطاطس المقرمشة. وكان لسه هيكمل عليها ويعضها من راسها، لكن جيمس العجوز في الوقت ده ربنا اداله قوه من عنده، وقدر انه يزق لادونا من قدام الشمبانزي ونزلها تحت الترابيزه، وبقى هو اللي في وشه بقى فارس لفارس. لادونا قعدت تصرخ بصوت عالي يمكن القرد يخاف او يخضع ليهم، لكن الشمبانزي كان بري وشرس وخطر جدا. صريخ لادونا بدل ما يخوف الشمبانزي او حتى يجيب لهم المساعده حف الشمبانزي تاني وجالهم في المكان. الشمبانزي الجديد كان غضبان اكتر وكان اشرس واكبر في الحجم والسن. جيمس عرف وقتها انهم ميتين وراح ماسك الشمبانزي الاول الصغير وراح صارخ بكل قوته وجري بيه وزقه على الحيطه. الشمبانزي الكبير كان بعيد، لكن بعد اللي شافه قدامه دلوقتي جري بسرعه وانقض على جيمس من ورا ظهره، ولما الصغير شاف الكبير بيعمل كده راح ناطط هو كمان على جيمس من وشه. تنويه هنا بنوه وبحذر ان الصور اللي هتظهر دلوقتي هتكون صعبة، فلو حد بيخاف او بيقرف ممكن يسمع اللي جاي من غير ما يتفرج. الاتنين الشمبانزي الغضبانين بأفكاكهم القوية قطعوا وكلوا اجزاء من ودان جيمس، وكمان سحقوا عظم وشه واكلوا مناخيره كلها، وقعدوا يقطعوا في خدوده وفي ظهره وفي عينيه، وفضلوا مستمرين في تشويه وش جيمس، وقطعوا شفايفه وصوابعه الحتت وكسروا معظم اسنانه. والجزء اللي هنقوله دلوقتي هو الأبشع والأخطر، لأن في الوقت ده كان جيمس خلاص بقى عاجز تماما ووقع على الأرض. وقتها بقى القردين قعدوا ياكلوا أجزاء من مؤخرته ويعضوا فيها، وكمان كلوا وعضوا أعضاءه التناسلية وأخصوه تماما. دم جيمس بقى في كل مكان، ولادونا ما كانش فيه حاجة عارفة تعملها غير إنها قاعدة بتصرخ بأعلى طبقة صوت عندها، لحد ما أخيرا وصل مارك كاروثيرز مدير المزرعة وهو بيجري ناحية الصويت والدوشة. مارك أول ما شاف المنظر راح مطلع مسدسه على طول وضرب الشمبانزي الصغير، لكن الطلقة ما كانش ليها أي تأثير. عشان كده مارك جري بسرعة لبره وجاب بندقية خرطوش وراح ضارب بيها الشمبانزي الكبير، واستهدف راس الشمبانزي لدرجة إن المخ نفسه انفجر ووقع على الأرض. اما بقى الشمبانزي الصغير فما خافش ولا حصل له اي حاجه، وكان لسه عمال يضرب ويعض في جيمس. راح مارك منشل عليه هو كمان واداله طلقه في صدره وقعته قتيل في وقتها. اول ما المسعفين وصلوا للمكان ما كانوش قادرين يتعرفوا على جيمس، لان وشه كان اتحول لكتل من الدم وثقوب كتير. جيمس عمل 10 عمليات جراحيه كبيره وخطيره علشان الاطباء يقدروا بس انهم يعيدوا بناء وشه وترقيعه من تاني، وطبعا دخل في غيبوبة لوقت طويل لكنه اخيرا رجع وفاق من تاني. بس للأسف هو مش هيقدر يمشي على رجله مرة تانية لان عموده الفقري اتضرر جامد. وبعد عمليات التحقيق الشرطة اكتشفت ان العمال نسيوا قفص الشمبانزي مفتوح عن طريق الخطأ الغير متعمد، ومن يومها وجيمس بيعتمد تماما على لادونا في الحركة والاكل والشرب وكل حاجة. والاغرب انهم فضلوا برضو يترددوا على المكان علشان يزوروا مو بانتظام حتى بعد كل اللي قلناه ده، لكن سنة 2007 بيختفي مو بعد ما هرب من قفصه اللي كان مفتوح. وبعد عمليات البحث الكتير ما قدروش يوصلوا لأي أثر لمو لحد النهاردة. جيمس ولادونا ما كانش فيه حاجة يقدروا يعملوها غير إنهم عايشين على أمل إنهم يشوفوا ابنهم مرة تانية في يوم من الأيام. أما بقى سانت جيمس نفسه فهو شايل جروح مستخبية أكبر وأخطر بكتير من اللي ظاهرة في وشه. وقال كمان أنا ما حبيتش في حياتي حد قد ما حبيت مو اللي عاش معايا أكتر من 30 سنة. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش تبقى الله شك. صديقي الانسان الجميل الحبوب، لو لا قدر الله كنت انت مكان جيمس كنت هتتصرف ازاي؟ وتفتكر مو اختفى راح فين؟ اكتب لنا تحت في التعليقات. ان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.